احييك الحقيقه على السرعه كمان في الاداء الانطلاق هذا الابلكيشن. فكلمنا عن الفكره جات لك ازاي، وان فعلا في منتجات هي يمكن مشكله قديمه جدا جدا، يعني يمكن ابهاتنا كان عندهم المنتجات دي وعارفينها، بس احنا كجيل جديد ما كناش نعرفها. فتعريف بقى الناس بالصناعه المصريه، وخصوصا في ظل هذه الاحداث الناس كتير عامله مقاطعه للعديد من المنتجات الاجنبيه. تمام. الفكره بدات، احنا شغالين في مجال الصناعي تقريبا بقالنا اكتر من 20 سنه، في قطع غيار متخصصه، وفعلا كان بدائل للخواجه في حاجات كتير قوي، كتيره جدا يعني. احنا طب المجال ده، وبناء عليه بدانا نقول هو ايه الفرق ما بيننا وما بين الخواجه في شغلنا عامه يعني. لقينا اللي التسويق هو رقم واحد بيعتمد عليه الخواجه في تسويق منتجاته. وده اللي احنا خلانا نبدا نشتغل بابلكيشن زي صناعه في مصر. يعني بس الابلكيشن ده مش معمول خلال هذه الايام؟ لا طبعا، معمول بقاله 4 سنين. بقاله 4 سنين، على البلاي ستور وعلى الاب ستور والهواوي ستور. بدانا ننزل المنتجات. بس هو اتعرف اليومين دول، يعني هو دلوقتي وقت زي ما بيقولوا كده وقت وجوده، ان هو الناس بدات تتعرف عليه دلوقتي عشان الاحداث. طبعا الريتش بقى عليه عالي، الداونلود بقى عليه عالي. أيوه. ودي بقت حاجه خلتني انا مفتخر جدا بصناعه بلدي، وعلى مستوى العالم كله بدانا نظهر بشكل كويس. طب ازاي بتجمع المنتجات المصريه، ازاي بتحصرها وتجمعها على الابلكيشن، وازاي ممكن كمان المصنعين يستفيدوا بالتطبيق ده ان هم يعرضوا عليه منتجاتهم؟ مشكله التسويق يعني اظن هي المشكله الاصعب عندنا. كتير من المنتجات، لو خدنا مثال مثلا المياه الغازيه، عندنا شركات مصريه قديمه جدا جدا بقالها يعني اكتر من قرن ونص، ولكن مشكله التسويق هي اللي خلتها مش واخده حقها في السوق المصري. الابلكيشن هو منصه مختصه بس بالصناعات المصريه وعرضها بشكل يليق بالصناعه المصريه. يقدر اي مصنع ينزل المنتجات بتاعته فور فري. مجالات كتير قوي، احنا تقريبا 23 صناعه، سواء قطع غيار، سواء مستلزمات انتاج، سواء افكار جديده، حتى منتج نهائي. الناس لازم تعرف المنتجات المصريه والايادي المصريه والفكر المصري بيعمل ايه في الصناعه عامه على مستوى العالم. هدفنا في الابلكيشن اللي لازم احنا انوه اثناء كلام حضرتك ان احنا بنشوف بس الابلكيشن على الهواء اهو، شايفين الصوره وشايفين. اتفضل. الابلكيشن ممكن تحملوه من على من الهواوي ستور او الاب ستور او الايتون. طبعا الابلكيشن بيضم اكتر من 23,000 شركه اوريدي موجوده عندنا. 23,000 شركه تقريبا. تقريبا داخلين على 275,000 منتج مصري. اليومين دول زادوا شويه؟ اليومين دول زادوا تقريبا لغايه 25,000 من اول الحرب اللي بدات في فلسطين. عظيم. طيب خلينا اعرف ازاي انا كمستهلك استفيد منه. ازاي احدد المنتج اللي انا عايزه في مثلا نوع من انواع الحصر؟ يعني انا مثلا بدور على شوكولاته، هلاقي 20 او هلاقي في مقارنه بين الانواع المختلفه، مقارنه بين الجوده، مقارنه بين الاسعار، هيبقى العرض شكله ايه؟ طبعا كمستهلكين يقدروا يخشوا على الابلكيشن يحملوه فور فري. الميزه الوحيده اللي في انا بحمله دلوقتي بالمناسبه عشان ادخل اشوف بقى انتوا عارضين. يا ريت يا ريت. بص حضرتك، الابلكيشن بيوصل السورس بالاند يوزر بدون عموله او وساطه، وبالتالي تكلفه المنتج المصري بتبقى على تكلفه فعليه. وده اللي احنا بنواجهه في ثقافه السوق المصري. ثقافه السوق المصري لازم تكون مواكبه مع التطوير بتاع السوق العالمي. دي حاجه مهمه جدا. الفرق ما بيننا وما بينهم هو حاجه واحده بس، التسويق الجيد، البروباجندا الجيده. وهم بيعتمدوا على ده بصفه دوريه وكبيره جدا. بدأنا نعمل منصة بس مختصة بالصناعات المصرية. بس ما فيش يعني برضو من الحاجات المهمة دايما في عرض المنتجات ان انا لازم اعمل نوع من انواع نقول مقارنات، التقييم ما بين جودة المنتج وجودة المنتج الآخر في نفس المجال. موجود طبعا. موجود. وكمان حضرتك بتتواصلي مع المصنع على طول. أيوه. بدون وساطة، يعني حضرتك بتتواصلي على المصنع على طول. ليكي بروفايل خاص بيكي بالحاجات اللي انت انترستنج فيها، زي بالظبط اقدر احدد اهتماماتي. طبعا. وفي وسائل سيرش كتير جوه. وهل انتوا بتراجعوا الحاجات على التطبيق اللي بيحطها المصنعين قبل ما تنزل؟ وفي ريبورت كمان، لو في اي حد واجه مشكله مع اي مصنع بيقدر يعمل ريبورت لده. ونبدا احنا نشوف هل هو جدي في حاجه زي كده. احنا مش هنسمح نخلي المنتج المصري بشكل وحش. ودي الثقافه اللي احنا عايزين نغيرها.
ثقافه المنتج المصري عندنا احنا بنعتبره بديل في اوقات ما يبقاش فيه موجود. هل بتتيحوا الشراء اونلاين من على التطبيق؟ هل بتتيحوا كتابه تعليقات او تقييمات من التقييم موجود عند حضرتك، نسب المشاهده موجوده، نسبه الوصول موجوده، وصل عمل كام ديل كمان، دي موجوده. الفيرجن رقم 10 ده اللي نزل بقاله 4 سنين، فاحنا مجددين اب تو ديت، ولسه في تطويرات اكتر. كان امتى؟ كان في شهر 3. شهر 3 في اونلاين من على التطبيق ولا؟ هو اونلاين. مش بيقول لك بس البدائل يعني كمنتجات في لا السوق؟ لا حضرتك تقدري، انت بتعملي سيرش على شوكولاته مثلا هتلاقي موجود في 1 و2 و3 و4، تقدري تتواصلي للمصنع على طول. طيب انت ازاي شايف بقى حركه المقاطعه دلوقتي اللي المصريين بينادوا بيها طول الوقت في التوقيت ده؟ وهل يعني توقعاتك انه المقاطعه دي تستمر ولا هي مجرد ترند؟ انا اتمنى ان هي تستمر، لان ده المفروض يكون اسلوب حياه جديد. المفروض يكون اسلوب حياه جديد. اللي احنا فيه هو عباره عن قلم فوقنا كلنا. ايوه. عرفنا احنا فين، وعرفنا الناس محتاجانا امتى، وامتى الناس لازم تكون معتمده على صناعه بلدها على قوه ايديها، مش على الناس التانيه، مش على الخواجه ابدا. هيقدر يمسكنا من ايدينا اللي بتوجعنا، وده مش عايز يكون الصناعه من ضمن اللي ايدينا بتوجعنا. بس احنا متاكدين ان احنا ما بننزلش اي منتجات المفروض ان هي مستورده او منتجات بتجينا من الخارج، سواء مكان. احنا عندنا لازم كلها تبقى مصريه. تكنيكال تيم وفي وارد حاجات زي كده، واحنا بنقابل صعوبات في حاجات زي كده اللي الناس بتنزل منتجات مستورده. بنبدا نفهمهم ازاي الابلكيشن بيمشي ازاي. المفروض يعني مش انتوا السورس الوحيد بتاع المعلومات او المصدر الوحيد بتاع المعلومات، الناس ممكن تنزل عندكم طبعا. انا عشان كده سالتك عن المتابعه، انتوا بتتابعوا الحاجات قبل ما تنزل؟ طبعا ده لازم في فلتر، ولازم في تكنيكال سبورت كامل يقدر يشوف. دي حاجه مهمه جدا عشان ما حدش يدخل بمنتج مش معروف حتى لو كان بيحصل. بنقابل حملات من كده مع فترات معينه كتير قوي، بنقابل حاجات زي كده. الدعايه الخاطئه ان هو منتج يقولوا ان هو مش مستورد وهو في الواقع بتكون مستورد، او ان الشركه دي شركه اجنبيه لكن تحت احنا لما بنيجي نعمل سيرش نكتشف اللي هي شركه اجنبيه، وبالتالي احنا بنطلعها بره، بنعمل لها بلوك على الابلكيشن. ولو في شركات او في مستهلك بيقابل مشكله مع مصنع، بنبدا دي من الاسئله المهمه. هل مثلا بتتواصلوا بعد كده مع الشركات او مع المصانع او لان حضرتك قلت من حق الناس ان هم بيدخلوا يشتكوا في حال اي شكوى من المنتج. هل بقى انتوا بشكل شخصي بتتواصلوا بعد كده مع المنتج او المصنع ان انتوا بتوصلوا له هذه الشكوى علشان يتم اصلاحها قريبا؟ طبعا احنا بنوصل له، بنروح له مكانه كمان. لو في اي حاجه بتواجهه في المنتج بتاعه، سواء احنا اداه تسويقيه، فلازم نهتم بشكله، بالايمج بتاعته. طيب. لازم